معنا قصة جميلة جدا عن الاستغفار لمدة 9 أيام. انفراجة عجيبة، انفراجات وفتح من عند الله عجيب. ومعنا إن شاء الله أسئلة لأحد الإخوة، سؤال يسأل وهو استفاد كثير من الاستغفار. بدنا نسمع صوت هذا وصوت هذا، اثنين بيتكلموا، وعلى أسئلة الأخ سأجيب. على أسئلة الأخ سأجيب، لأنه القصة هي قصة فقط، يعني لأخت لازمة الاستغفار حتى الآن هي 9 أيام، ففتح الله عليه فتحا مبينا. سبحان الله، فتح سبحان الله، فتح رباني. والأخ كمان وجد الخير من الاستغفار، لكن الله ابتلاه في نص المشوار. الله ابتلاه في نص المشوار. منبين أمور كثير إن شاء الله بهذا الأمر. خلينا نسمع القصة أولا، وبعد ذلك إن شاء الله نسمع كلام الأخ. وهناك كان في سؤال لأخ يسأل: إذا لزمت الاستغفار وأنا يعني قلبي معلق في فتاة أريد أن أتزوجها، هل يمكن بالاستغفار أن ترجع لي هذه الفتاة، أو أن يعني تكون من نصيبي؟ إذا أنت استقمت على أمر الله، وأنت تبت إلى الله، وأنت مقبل على الله بكلك يعني، والله لم يقدر لك هذه الفتاة، فاعلم إن الله يريد لك أفضل. يعني مش معناه هي سيئة، لكنكم لن تتفقوا، فالله من علمه وحكمته علم أنه سيزوجك بأخرى إذا لم يوفقك، لكنه سيرضيك. يعني تخيل أنت كنت بدك شيء وتلاشى هذا الشيء من بالك، بطل يعني بأهمياتك، كنت أنت محروق عليه، لكن لأنك يعني استسلمت لله فبدأ يذوب هذا الاهتمام، كله ذاب، بطلت مهتم لا فيها لا البنت ولا بغيرها. خلاص الله أخذك لعالم آخر، أشغلك في شغلة ثانية، حتى تهيأت الأمور، تعرفت على فتاة أخرى وتزوجتها، ولكنها إن كانت هي التي كتبها الله لك فستأخذها. لا تزعل، أنا سأجيب إن شاء الله على هذا السؤال، لكن يعني أجيب بالتفصيل. في ناس بتحب السيارات، في ناس بتتعلم، في ناس بده يفتح مصلحة كذا وكذا، نفس مثله كمثل العروس، واحد بده عروس، واحد بده السيارة الفلانية، واحد بده يسافر على بلاد الغربة يظن إنه رزقه هناك، هكذا. هذا الموضوع عندما يعني دائما شبه، إذا احنا قلنا واحد يعني متعلق في فتاة وبده إياها وهو يستغفر عشان يتحصل عليها، أو ممكن تكون انت بدك تسافر لبلاد الغربة، ممكن انت عمال تداعب في الجامعة اساس انك انت تترقى وتأخذ منصب، وهكذا. فالجواب سيكون عام ان شاء الله. بالعموم من تاب وآمن وعمل صالحا سيأخذه الله الى الوجهة الصحيحة، ويخرجه من هذه الدائرة في دائرة بتكون انت فيها دائرة عقاب. يعني أنا بدي الشيء الفلاني مزروع في قلبي، والذي زرعه في قلبي هو الله، وكان زرعه في قلبي عقابا لي وأنا لا أستطيع نيله. يعني أنا حابب يصير معي $1,000,000، هيك حابب، وأنا عارف لا أملك دولار، ولكني أنظر لكل الناس اللي معها $1,000,000 بدي أكون مثلهم، والله حببني في هذا الشيء من باب العقاب والتحصر. إن أنا تبت وأقلعت عن ذنوبي، الله بيعذبني فيها كذنب. وصلت؟ الذي زرع حب الدولارات والسيارات والنساء الله عقابا لي، ما أنا لا أستطيع أن أحصل ولا على شيء. لكن إن أنا تبت، إذا الخير في إني أشتري هذه السيارة، يعني من حكمة الله ومعرفة الله إنه خير لي إني أشتري السيارة فسأشتريها، وإن لا سأزهد فيها وأتركها، وخلص تتلاشى هذه الأفكار من رأسي. نسمع وإن شاء الله نجيب. لما أنا بسير مع الله بالأخص بالاستغفار، فكل شيء في صدري لا أستطيع وصول إليه. بحب أشتري سيارات، بدي عقارات، جاري بيشتري وأنا بشتريش، فلان بيسافر وأنا بسافرش، وفلان بيعمل وأنا بعملش، أخواتي تزوجوا وأنا ما تزوجتش. كل هذا نعم ما كان الله يعذبهم يستغفرون،
هذا عذاب. الاستغفار مع التوبة بالاستغفار. نسمع ماذا عمل الاستغفار ب9 أيام. السلام عليكم أختي، أنا حنان من الجزائر. ما عنديش بزاف ملي بديت نسمع القناة تاع. السلام عليكم أختي، أنا حنان من الجزائر. ما عنديش بزاف ملي بديت نسمع القناة تاع محمد حجازي وتبعت سلاسل تاع الاستغفار وتاع سورة البقرة. أنا كنت نقرأ سورة البقرة من قبل، لكن ما كنتش نقراها بتحصينات يعني كنت نقرأ هكاك، نهار نقرأ نهار ما نقراش، بصح ما كنتش مواظبة عليها لحتى شت العشان تاع محمد حجازي وبدا يهضر على الاستغفار. قررت انني نبدا الاستغفار قبل، لانه نحس روحي شغل ما عنديش هذيك الهمه باه نبدا سورة البقرة. الحمد لله اليوم راني في اليوم العاشر، ما لحقتش 30,000، لحقت لها مره واحده. كل نهار كما نقولوا كل نهار وقسموا نهار، دي فوا نلحق 1000 2000، دي فوا نلحق 7000، يعني كل نهار وكيفاه. ودي فوا ما نديرش بالمسبح، نستغفر ديريكت. الثمار اللي قطفتها يعني كانت مع من جهة الرزق الحمد لله، بدأت تدخل لي أموال، بدأوا يجوني هدايا. شغل راجلي تسخروا له بزاف أمور، تسهلوا له. كاين بزاف عندك امور اداريه ومتعلقين بالمحكمه وكذلك، والامور متعطله من شهور، يعني نقول لك من 8 اشهر 9 اشهر. الحمد لله يا ربي، بعد ما كملت 10 ايام استغفار امطرت السماء. امطرت السماء صباحها كامله وهي تصب النور. الحمد لله كنت نطلب ربي يا ربي شغل بين لي باللي راك قبلت الاستغفار تاعي وعدوك حق، يعني على الاقل تمطر السماء. لو كان كما نقولوا تنفنف شويه برك نعرف باللي راهي كوش تاع ذنوب راهي تنحات بهاك شغل نتحفز. الحمد لله ربي ما خيبني. كملوا 10 ايام امطرت السماء صباح نهار البارح، امطرت السماء قريب نص نهار وهي تصب حتى 12 ولا اكثر. من بعد الحمد لله تسهل الوثائق تاع زوجي اليوم الحمد لله كلها فرات الحمد لله. انا الحمد لله تنحاولي بزاف مخاوف، كانت عندي فوبيا من التسوق من الاسواق، نخاف نروح سوق وحدي وندخل حانوت ونشري، شغل نخاف من الرجال، نخاف هكا عندي نبدا نتعرق ونبدا حالتي حاله خطره. هذه رحت قضيت بزاف صوالح في ظرف 3 ايام وما نخرجش من الدار. كانت عندي واحد الفوبيا اني ما نخرجش من الدار، نخاف برا، نخاف سورتو كي نكون وحدي، يعني نهضر على اني وحدي. كي يكون معايا انسان نورمال، كي نكون وحدي كنهز ولدي ونخرج نخاف نترعب، ولا خرجت ما نقضيش صالحه، ولا مثلا عندي حاجه في الدار نستنى حتى زوج تاعي يديرها لي ولا انسان واحد اخر. سبحان الله يا ربي، 10 ايام هادو في اليوم 8 ولا 9 معنا مع تحضيرات عيد الاضحى ان شاء الله، خرجت شريت حوايج ليا، قضيت خضره. على بالك راني فخوره جدا، يعني لله الحمد والمنه، يعني الحمد لله يا ربي. الخوف هذاك ذاب ماشي راح ما فهمتش كيفاش راح، يعني مالغي كنت انا نتبع تنميه ذاتيه وندير تنظيف تاع الخوف، حاجه ما نفعت. سبحانك يا ربي، الاستغفار ماجيك سحري. خرجت وقضيت صوالحي وشيت حوايج تاع العيد، ويعني خرجت 3 مرات في الاسبوع. تخيلي كنت ما نخرج خلاص، وديما نتفنين ونخاف برا ونخاف من ما يعجبنيش شكلي برا. الحمد لله يا ربي خرجت وقضيت صوالحي وبكل خفه وبكل ثقه. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. وكاين امور في الدار هكا مع الزوج تاعي، يعني في العلاقه الحمد لله تحسنت. كان امور بزاف، يعني كاين امور واحد اخرين يعني تحسنت فيهم بزاف. وهذه راهي غير 10 ايام برك. ان شاء الله يا ربي، ربي راهو اعطاني منحه بيختبرني، ان شاء الله نستمر، ان شاء الله راني مستمره حتى بدون مسبحه، بدون سبحه، يعني راني مستمره. قد نقول من نخلي الشيطان يدخل لي من الباب هذا، لاني كي بديت الايام الاولى كنت نفضل انني غير نستغفر بالسبحه. الايامات هذو قد نقول هذه ثغره شيطانيه، نستغفر لا شت بلا سبحه. ما يهمنيش شحال يلحق العدد، المهم لساني راهو على بالك. حتى سبحان الله
ولات فيها اوتوماتيك، نقعد قاعده ساكته وحدي راني استغفر الله استغفر الله، ويديا سبحان الله حركه لا اراديه تاع صبعي مع المسبحه، نقعد قاعده وحدي هكا يبدا صبعي وحده يتحرك وكانني شاده مسبحه وانا ماني شدتها. قاعده نقول اللهم لك الحمد على هذه الدرجه يعني. هاي دخلت في اختلط ان شاء الله الاستغفار في لحمي ودمي. دعواتك لي بالتوفيق ام جنى، والحمد لله يا ربي. ان شاء الله تشاركي هذا التطور البسيط اللي صرالي مع ناس واحد اخرين باه يزيدوا يتحفزوا هما تاني. ها عندي غير 10 ايام وما لحقتش 30,000 يعني، لحقت لها مره بس الحمد لله راني مع الاستغفار، راني معاه. المهم ان شاء الله راني نكون ممن لازم الاستغفار. وكي بديت نستغفر سبحان الله لقيت باللي راني شد رفد بزاف ذنوب على ظهري. شو قاعده نقول هادو راهم يعني حاجه راهي سيريو يعني ماشي تمسخر يعني. ماذا بيا ان شاء الله ما نزيد نقدر في حتى ذنب نحافظ على يا ربي الكم هذا تاع ذنوب يروح الساعه. كي شغل لقيت باللي الامر ماشي سهل، واحد يشوف ذنوبه هكا كي يستغفر بالالاف ويحس باللي يعني باللي ما كانش نتيجه درك، ماشي ما كانش نتيجه يعني نستعجل، بس حتى ماك شغل تحسي باللي الالاف هادو كل ما يبانوا والو قدام ذنوب نراهم بالملايير ولا بالشلاير كما نقولوا احنا. هذه هي، وشكرا جزيلا لك. السلام عليكم. جزاه الله خير الأخت على هذه القصة. طيب إحنا هنا إن شاء الله بهذه القصة الثانية الأخ صار مع موضوع، بدنا نسمع الموضوع تبعه ماذا حدث معه. نبدأ على بركة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والسؤال الأول إنه يعني الذي سأجيب عنه إن شاء الله يتعلق بشخص يسأل: إذا أنا كنت أستغفر وفي بنيتي هناك فتاة أريد أن أتزوجها، ولربما فلان يريد أن يسافر إلى بلد دولي أو وظيفي أو عمل أو هكذا، ما الحل؟ هل الاستغفار هو الحل هل الله جل في علاه سيعطيني هذا الأمر؟ خلينا أول شيء نسمع كلام ماذا أخ صار معي حدث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد، كيف حالكم؟ عساكم بخير. حقيقة قد استفدت كثيرا من مقاطعك المنشورة يعني على اليوتيوب وكذلك في الفيسبوك. وحقيقة في قبل سنتين وقبل سنة ونصف كنت يعني طبقت يعني الاستغفار، فوجدت فيه يعني سرا عجيبا. تيسرت أموري و يعني رأيت من شبه معجزات يعني. لكن الله عز وجل أراد أن يبتليني، فيعني التقيت مع شخص كنت ظننته أنه يعني أرسله الله كاستجابة لدعواتي، فوعدني بأنه سيتوسط لي في وظيفة. فيعني في آخر المطاف تبين أنه أراد فقط أن يحتال علي، ففعلا قام بالاحتيال، احتال علي يعني فيما بعد يعني بعد أن تأكد أنني يعني وثقت به، فيعني أغراني فيعني قال لي أن أرسل له قدرا من المال لكي يعطيه ويسلمه لشخص يعني منصب أعلى منه منصبا. فترددت واستشرت مع الناس وهذا، فهناك من الشيوخ من قال لي أنني يعني إن كنت أهلا في ذلك المنصب ووجدت نفسي أنه لا طريقة ولا حيلة لذلك غير أنني يعني أسلم ذلك المبلغ فسلمته، فاحتال علي، خلاص احتال علي. بعد ذلك أيضا يعني نعم، بدنا نجاوب هذا السؤال إن شاء الله. طبعا الأخ الذي قال يعني وجد الخير الكثير من الاستغفار، و كان عنده إلحاح إنه يعني يصل إلى وظيفة معينة، وأشار عليه أحد الموظفين إنه أعطيني فلوس نرشي الذي أعلى مني، بده يدفع رشوة للذي أعلى منه عشان يوظفوه.
فالأخ يقول إنه استشار أو استخار أو استشار يعني وهناك لربما شخص قال عنه شيخ، يعني قال له إذا ما فيش طريق أخرى فافعل، يعني ارشي. طبعا احنا لا نعرف يعني قدر علمه هذا الرجل الذي رشا، يعني أفتى بالرشوة. اسمع أخي الكريم، هسه بنقرأ قصة تشابه قصتك بالوظيفة. هسه بنقرأ قصة نزلتها امبارح أنا، بتشابه قصتك بالوظيفة، لكن الله يبتلي. وكان قبل كم من يوم، قبل تقريبا 3 أسابيع، كان أحد المغتربين لزم الاستغفار، فأمطر الله له السماء. وهذا المستغفر يعني بعث صورة إنه الله فتح عليه، كانت يعني حالته صعبة جدا، ولا يملك إلا لا أدري 200 300 يورو، ولكن الله وكأنه بطاقة الائتمان كبروا له يعني المبلغ الذي يستطيع أن يأخذه من الماستر كارد، الفيزا. طبعا هذا لا يجوز، كل الماستر كارد، كل هذه لا تجوز، كل إشي بيشتغل في الربا لا يجوز. هل نستطيع أن نخلص؟ والله نستطيع أن نخلص. أنت إذا حطيت النية وبدأت تبحث عن الخلاص، كيف نخلص من الفيزا والربا والقروض الربوية، سيخلصك الله. عندما تشرع تبدأ في المشوار، يعني خلاص بدأت، لأنه الفيزا ستبقى كل حياتك بتاكل، صحيح بتاكل لكنك جوعان، ستبقى جوعان، فيش بركة. على كل حال بنشوف الحل الذي حله آخر، كيف حله نسمع. بارح نزلت هذه القصة الأولى في مايو 2020. الشركة أن تفصلني، قررت الشركة أن تفصلني واستبدالي بتكلفة أقل وأكثر كفاءة، فصارت تبحث، وأنا بدأت مباشرة بملازمة الاستغفار 2400 مرة يوميا، والشركة تبحث وتقابل وأنا مصر على الاستغفار. ومع الوقت صارت تقدرني أكثر وتحسب لي حساب، وبعد 1 وشهرين سنة زادت الشركة بزيادة لا يمكن أن أتخيلها أو يأخذها أحد في الشركة، إلا إذا كنت ستنتقل من شركة إلى أخرى. طيب ظاهر أنه أخذت يعني زيادة في الأجر، ظاهر هكذا أنا فهمت إسا. لكن مع الوقت انشغلت بحفظ القرآن وتركت الاستغفار تقريبا، وبعد 1.5 سنة فصلتني الشركة للأسف، وصارت لي فرصة أراجع نفسي وحساباتي وأرجع للاستغفار بقوة. نعم، بالاستغفار ما يقدروا يفصلوه، بالاستغفار لم يستطيعوا أن يفصلوه. فالأخ الله ابتلاه بأنه جاء، يعني الوظيفة بدها رشوة، ما كان لازم يقع في الرشوة، لا يجوز. إذا كان في شيء لك ستأخذه، فأنت عليك أنك تقدم طلب أنا بقدم طلب للشغل، أنا هذه مؤهلاتي، فأنت بتقدم والباقي على الله. إسا هذا الطلب، أنا بدي وظيفة، أنا بدي زوجة، أنا بدي أسافر إلى دولة أخرى، لربما أبحث عن رزق. كيف أعرف أنا إذا أنا بالاستغفار يعني أنا سوفق؟ هل هو خير لي؟ أنا يعني ميت إني أسافر برا ومش قابلين يعطوني فيزا، أو بدي أتزوج فتاة يعني بحبها أنا، ولربما أهلها مش موافقين أو لم تتم الموافقة أو حدث شيء. بدي أشتري عقار ومش عمال تزبط معي، بدي أتزوج ومش عمال تزبط معي. هل بالاستغفار يعني حتى ستنحل المشاكل التي تسكن في قلبك ستنتهي؟ هذا مصداق لقول الله جل في علاه: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الآن أنا بحب فتاة، أو أنا بدي أسافر لبرا، بدي أسافر، حابب أسافر، هاجر، بدي أطلع أشوف رزقي، هكذا بدي أسافر. كيف بيسافروا الناس وبيعيشوا برا أفضل من بلادنا وهكذا، بدي أسافر، هيك عقلي بقول لي بدي أسافر. بدي أتعلم طب،
بدي اعمل شيء، خلص هيك عقلي بقول لي انه هيك بدي افتح متجر ابيع خبز مثلا، هيك عقلي بقول لي هذا افضل شيء انه ممكن اني يعني هذا يعني هذا قمة طموحي اني اصل لهذا المكان، اني اتزوج فلاني، اهاجر، افتح مخبز، قمة طموحي اصير دكتور. هذا سؤال انا الحديث الان أنا لا استطيع ان اتزوجها، لربما اهلها يرفضوني، لا استطيع ان اسافر فما فيش فيزا، لا استطيع ان افتح المخبز ما فيش فلوس، لكن هذا حب موجود، شغف في قلبي. طيب ما العمل؟ العمل ان سورة البقرة هي التي تحصد كل هذه الاشياء التي في صدرك، لكن بالاستغفار هذه الامور ستتلاشى معك. اذا انت شمرت واقبلت على الله بجد بدون مقابل، مش انا عمال استغفر اذا ما جتش الفتاه انا تارك، انا عمال استغفر اذا ما جتش الفيزا انا بدي اترك، اذا بدي استغفر اذا ما اجاش الفلوس عشان افتح المخبز انا تارك. الله يعلم كل هذه الاشياء التي تدور في ذهننا، الله يعلم هذا الشيء. لكن إن انا اقبلت حبا في الله، اريد ان اعبد الله واتوكل على الله. يعني اليوم بتقول في ربما حرب على الطريق، بقول لك نتوكل على الله. ايش بدك تتوكل على الله؟ بايش بدك تتوكل على الله؟ هيك يعني توكل على الله هكذا يعني ولا شيء، ولا تكاش تعمل ولا شيء، بعدين تصير تركض؟ يعني اعقلها وتوكل على القليل، يعني خذ بالاسباب وبعدين بتتوكل، مش بياخذ ولا بسبب وبدك تتوكل. فانت اخي الكريم اول شيء الله لا يعذب مستغفر، وهذا الامر الذي في صدرك اذا كان ما فيش خير في علم الله لك سيتلاشى من قلبك تدريجيا، خلص مش راح تزعل عليه، شوي شوي سيتلاشى من صدرك. مفهوم؟ خلص ستنسى هذه الفتاة، إذا كان فيها خير لك ستأخذها، ستتزوجها، وإذا لم يكن فيها خير سينسيك الله إياها، سينسيك السفر إلى الخارج. ولكن إن كان فيه خير سييسر لك السفر وستأتي الفيزا. فهمت؟ مش يعني أنا ما بقول لك بالاستغفار لا مش رايح تأخذ الفتاة، سينسيك الله إياها شوي 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 هكذا وتنساها وما تعود تتذكرها. إذا ما فيهاش خير إلك، ربما اثنين يتزوجوا وما فيش إنجاب أو مشاكل كل السنة كل الحياة، بعلم الله علم أنك مش راح تتوفق مع هذه الفتاة، فالله لا يريد لك، لأنك أنت مستغفر وستلزم الاستغفار، لا يريد لك أن تتم هذه الجيزة، لكنك أنت بتحبها، فالله شوي شوي سيشغلك عنها إذا ما فيها خير لك حتى تذهب من بالك إطلاقا وأنت بدون وجع قلب. فيش وجع قلب، فكل شيء يوجع قلبك بدك إياه وأنت تظن إنك خلقت عن شانه ما هو الله الذي جعل هذا من باب الحسرة، بعذبك فيه لذنوبك، فأنت عندما تتوب إلى الله سيرفع عنك هذا. خلاص بطلت بديش أسافر، أنا صحيح كنت بدي أسافر بطلت أسافر. طب ليش هو صار جد؟ خلاص هيك يا أخي بطل ما بدي أسافر، بطلت أحب أسافر. طب شو صار مع الفتاة الفلانية؟ خلاص يا أخي والله يعني سبحان الله يعني فترة طيش أو هكذا، خلاص ما يعني تغير فكري، كنت مفكر هكذا خلاص تغير، انتهى، ينهيه الله. لكن لو انك انت اسمع مليح، مثلا اهلها لا يريد ان يزوجوك وانت لست مستغفر ولا تعرف الاستغفار، ستبقى حسرة في قلبك تبكي عليها وتظن انها بدهياتك، وانت مستمر سنة وسنتين وثلاثة تنتظرها وبدك اياها ولن تكون من نصيبك. لكن هذه الحسرة مستمرة، لكن مع الاستغفار سينتهي. أنا أفكر إني عمال أوصل فكرة إنك أنت لما بتتوب ما هو الله اللي عذبك في هذا الشيء الذي تريده،
أنا بدي أتزوج فلان، أنا بدي أشتري سيارة، أنا بدي أسافر، أنا بدي أروح، أنا بدي أعمل، أنا بدي أبني المتجر تبعي بدي أكبره، بدي أظبطه، بدي أزينه، بدي أعمل هكذا، بدي أجيب كمان بضاعة وأكبر وأكبر وأكبر، وبدي 10 عمال يشتغلوا عندي، وبدي كمان أجيب أفتح كمان 5 محلات، وبدي أشياء كثيرة. هذه كلها زرع زرعه الله في قلبك عشان ضلك تتحسر وتركض، ورغيف الخبز يركض. من كان همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه، وشتت الله عليه أمره، وجعل الأرض تحته هوية لا يهتدي سبيله، بظل جوعان يركض فش. ومن كان همه الآخرة يبحث عن مرضات الله، بدي رضا الله، أنا كنت ضايع، أنا كنت الله عطل أموري، الله عطل لي كل شيء، واقف الأمور. طب كيف أرجع إلى الله؟ صلاتك في وقتها، بتحاول قدر المستطاع. نعم إحنا مش في الدولة الإسلامية الآن، يعني إحنا ما في عنا خلافة إلا يعني كل الحياة مبنية من صلاة الفجر إلى صلاة العشاء. لا، في عنا ناس بتشتغل بالليل، في ناس بتشتغل بالنهار، في ناس مشغلة بالدنيا، لأنه إحنا أمة في ذيل الأمم. إن شاء الله بتعود الأيام وبصير إحنا صباحنا يبدأ المسلمين من الفجر إلى العشاء، هذه يومنا هكذا، وتتغير الحياة وكل شيء بيسكر على العشاء وكل شيء بيفتح على الفجر، وهكذا بتصير حياتنا. فبنصير كلنا نفيق على صلاة الفجر، وكلنا نصلي الظهر، والمعلم مجبور الشيء يكون في مسجد قريب عليك وتروح تصلي، وهو بده يصلي وإحنا نصلي كلنا في الوقت. لكن في هذا الزمان مليح إنه قلبك بوجعك إنك بدك تفيق على صلاة الفجر، مليح، لكن هذا مش آخر الدنيا. هذا ما هو آخر الدنيا. عشان أفهمك، أول ما يحاسب العبد عليه هو صلاته. إن صلحت صلاته صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. طيب، طبعا هاي مش فتوى، الله بيعلم إذا أنت متراخي ولا مش متراخي، الله بيعلم، أنا لا أعلم. لكن أنا شو بدي أعمل إذا أنا شغلي يعني بدي أحاول، أنا بحاول، الله بيعلم ولا بيعلمش إني بحاول، بشد حالي ولكن بسقط. بحاول على صلاة الفجر لكني بسقط، بيعلم الله ولا ما بيعلم؟ ولا أنا خلص بعتها، بديش أفيق على صلاة الفجر خلص، وأنت بفيق بصلي مثلا، الله بيعلم. فلا تعمل الصلاة إنها هي آخر، يعني خلص إذا أنا صلاتي ما صليتش الفجر معناه أنا بطلت كل عبادتي تافهة ومش مظبوطة. الله رحيم، الله يعلم إنك بتجاهد، الله بيعلم إنك مش رايح تكون كامل، الله بيعلم جل في علاه إنه إحنا تيجي علينا فترات، الله يعلم إن نحن مش تحت الخلافة الإسلامية، بيعلم إن إحنا تحت حكم ناس بتحارب الدين. فإن ضاعت منك صلاة الفجر مرة مرتين شهر، ما تخلى خلص أنا مستمر على إنها تضيع مني، ما تضلك، هاي مش فتوى، الله بيعلم إذا أنت بتجاهد ولا أنت نايم. نعم، يعني أنا بجاهد ولكن ما في وقت، ما تعملهاش آخر الدنيا، ما تعملها آخر الدنيا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لازم تفرق ما بينك وبين الله وما بينك وبين العباد. الله بيسامحك إذا أنت بتبين له إنك بتجاهد، إنك بدك تصفيق على صلاة الفجر. لكن إذا سبيتني أنا بديش أسامحك، وإذا سبيت فلان بدوش يسامحك. الله بيسامحك، الله كريم، إحنا مش كرماء، إحنا بدنا نبحث عن حسنة يوم القيامة. وبده قلنا ربنا إنك أنت سبيتني وأنا مش سامعك، فكتبت الحفظة إنك أنت سبيت علي، يوم القيامة بدي إياها الحسنة، ستفلس أنت وتدخل النار والعياذ بالله بهذا السب والشتم. فانتبه يا أخي. كمان مرة إذا فاتتك، في ناس بتكاسل بديش أروح صلاة، قاعد أتكلم وعمال أرجل والصلاة مرت وهو عامل حاله بصلي، هذا مش هذا واحد روح منهك من شغله. شغلنا إحنا مش في الدولة، مش في الخلافي، إحنا الآن مش موجودين في الخلافي إنه حياتنا كلها المسلمين مسيطرين على الوضع، لا. فأنا ما بعطيك فتوى إنك أنت تأخر صلاة، ولكن مش آخر الدنيا إذا أنت فاتتك اليوم. وفي كثير بتفوتن، وفي كثير مشايخ بتفوتن. ما تفكرش إنه يعني كل الناس واقفة بالمساجد. كان بتلاقي
بالصلاة الواحد 10,000 مصلي. لكن ما هي مش رخصة لإلك، لكن أنت مطلوب منك، أنت لن تصل، ولكن مطلوب منك أن تموت على الطريق على صراط الله المستقيم. يعني بتجاهد وبتكابد وهكذا، ما بين شيطان وبين ذنب، هكذا حسنة وسيئة وحسنة وسيئة، فأنت يعني هكذا تسير إلى الله وأنت مراقب. أنت ما رايح تصير ملاك، لو أرادك الله ملاك لخلقك ملاك. نعم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب. ليش الله خلق الاستغفار؟ ليش الله خلق الرخصة بالإفطار إذا أنت مسافر في رمضان؟ والله يحب أن تؤتى رخصه. كيف تفطر وأنت مسافر؟ ما أنا بستطيع. لا، الله بيحب أن تؤتى رخصه. إذا رخص لك الله خذ الرخصة. فاهم؟ الله بيحب هذا الشيء. اللي بيكابد يضلوا يعني مش آخر الدنيا. واسأل الله يا جماعة. يوما ما والله قبل سورة البقرة في 2015 خلصنا الاستغفار، وخلص الاستغفار بال 2015. قبل 28/9/2019 أخذت سورة البقرة. لكن بهاي المدة قديش كنت أقرأ قرآن؟ والله يا جماعة ما فيش همي، ما كان في همي. قلت لكم الهمة انهدمت بعد ال 2015 انهدمت. فكنت أمسك المصحف عشان ما أهجره هيك، بس هيك أفتح المصحف هكذا مش مهم وين. وحتى كنت يعني أتعمد إني أمسك المصحف من الآخر عشان الآيات تبقى قصيرة مش من البداية. يعني علق بسورة البقرة بآية طويلة، لا، أنا بقول لك صراحة بعد ال 2015 انهدمت العزيمة. ما كنت أقرأ قرآن إلا أقرأ آية أو آيتين، فأفتح المصحف هكذا. فإذا أجت الآية مثلا آية طويلة، أنقي القصيرة، بدي يعني أنتقي القصيرة وأقرأ. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. خلاص أقفل المصحف وأقول يا رب إن شاء الله بتيجي أيام حلوة وبنقرأ القرآن. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم ارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لي لا حجة علي. اللهم ألبسنا به الحلل واسكننا به الظلل. اللهم ارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار. كل يوم أقرأ آية وأقفل المصحف وأحطه كل يوم. يعني إذا كنت حتى إني والله يعني مش على وضوء، أجي يعني القميص مثلا طويل أمسك المصحف. بديش أمسك المصحف، أنا ما بدي أمسك المصحف، خلص هيك. أنا بديش أمسك المصحف وأنا مش على وضوء، لا أريد. هذا مصحف مش موبايل، عشان هيك المصحف له ما له له في القلب شيء. موبايل عشان هيك المصحف أنا ما كنت أمسكه. حتى لما كنت أنسى يعني مثلا بدي أنام، أقوم أفيق من النوم عشان أمسك المصحف وأقرأ هذه الآية، عشان وكأنه عهد بيني وبين كتاب الله، لو آية كل يوم، عشان لا يعيبوا عليكم تقرأ سورة البقرة. أنا ما كنتش أقرأ آية، يعني يا دوب آية. فالحمد لله رب العالمين فتح الله علي بحب سورة البقرة، أن سمعت حديث اقرأ البقرة فإن أخذ بركة وترك حصر لا تستطيع البطل. أول مرة بسمع هذا الحديث في 28/9/2019. تأكدت منه طلع صحيح. قلت والله إن من وراء هذا الحديث وفي باطن هذا الحديث أمر عظيم، لكني لا أعرف. ظننت إنه الساعة من بركة يعني بتصير ساعتين، ومن البركة الدولار بصير يعني وكأنه دولارين، وهكذا. شفت ماذا أعطاني الله بعدين؟ لأني أنا كنت صادق إن شاء الله بتيجي أيام حلوة. كانت تأتي علينا ذنوب، إن شاء الله يا رب بتيجي أيام حلوة ونترك هذه الأيام الذنوب. تركنا كثير ذنوب بفضل الله، طبعا تركنا الله ونسانا ذنوب. وأنت هكذا يعني دايما ألح على الله، يا رب إن شاء الله بتيجي أيام طيبة
بصير أصلي صلاة الفجر كلها لا أقطعها أبدا أبدا، وأصلي الصلوات الخمس كلها 6 أشهر 5 صلوات. تعرف يا أخي من صلى لله 40 يوم، 40 يوم، شوف لأنه صعب 40 يوم الصلوات الخمس في تكبيرة الإحرام الأولى، يعني لما بقول الإمام الله أكبر أنت بتقول معه الله أكبر، مش جاي متأخر وفيتك ركعة، يعني أنت واقف بالصف الأول مع الإمام موجود، يعني كنت في المسجد. من صلى لله 40 يوم لم تفته تكبيرة الإحرام بالخمس صلوات كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. الحمد لله رب العالمين، فضل من الله، هاي سويتها 3 مرات. شوف عشان تفكر انك انت مش رايح تلحق دائما كل الصلوات في المسجد. احنا مش موجودين في زمن الصحابة، احنا موجودين في زمن الذل والهوان، وان شاء الله الله بعيد الايام وبتصير ايام جميلة. فكل شيء في صدرك سينزحه الله اذا انت تبت ويبدلك خيرا منه. اقبل على الله، شغل سورة البقرة في البيت، عشان سورة البقرة هي التي تطرد هذه الشياطين التي يعني تشغل بالك فيها. نعم الله ما سلطها عليك، فتشغل بالك العروس 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 العروس، وانت لربما مش من نصيبك هي، ولربما من نصيبك. ما تقول ولا لا، لكن الله سيرضيك، حتما سيرضيك في كل قراراتك إذا أنت تبت، وسيأخذك إلى الوجهة الصحيحة. شغل سورة البقرة داخل البيت من الموبايل، رش البيت في الماء المارقي، اجعل لك تحصينات أذكار الصباح والمساء، ودائما ادعو الله في جوف الليل، والله سيهديك وسيأخذك. والزم الاستغفار بالليل والنهار، الله سيغفر لك ذنوبك إن شاء الله، لا يعذب الله مستغفر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.